والله العظيم انا حزين قوي. انا ما كانش عندي مشكله اخسر، بس مش بالمنظر ده، اقسم بالله ما بالمنظر ده. احنا حرفيا مش قادر انطقها، والله العظيم ما قادر انطقها. الاهلي اللي كان ملطشه طول الموسم جاي فوق علينا، فاق علينا. انا لازم احييهم على الدغري، يعني اللي عملوه فينا ده مش سهل، يعني الماتش ما كانش سهل. الاهلي عمل فينا حاجات ما ينفعش تحصل، والله العظيم ما ينفع تحصل. والله العظيم اللي اتعمل فينا ده ما كانش ينفع خالص، يعني ما كانش ينفع نهائي. قلت لك ما عنديش مشكله اخسر، يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر، وانا عارف ان لعيبه الاهلي هتنزل تلعب الماتش ده على شرفها، ولعيبه الزمالك متاكده من كده. الدنيا كلها عارفه ان لعيبه الاهلي هتلعب ماتش الزمالك ده على شرفها، هم مش عايزين بطوله، بيلعبوا مش تحت ضغط، هم مش مضغوطين عشان عارفين ان خلاص الدوري راح منهم ومفيش افريقيا وبتاع، هم بيصالحوا الجماهير وبس. فانت كلاعب زمالك عارف ان الاهلي لعيبته نازله تلعب على شرفها. واحد زي فتوح ده مفيش اي مسؤوليه، فتوح مفيش اي مسؤوليه، اقسم بالله نازل الملعب نازل يخرف ويعمل مشكله. فتوح من اول الماتش بره الماتش، يعني المفروض كان اتسحب من الشوط الاول. فتوح بره الماتش من بدري قوي. حسام عبد المجيد انا مش عارف انت ابوك صاحب النادي ولا ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يعني انت سبب الجون الاول وضيعت ضربه جزاء، وضيعت ضربه جزاء في ماتش انبي. هو ده ينفع يا عم؟ ينفع انت ما تحسش بالجمهور؟ الجمهور ده مش حاسس بيه؟ مفيش دم خالص يا عم. ايه كميه البرود اللي عندك دي؟ انا بالنسبه لي فتوح وحسام عبد المجيد خراين، اقسم بالله اوحش ما في الماتش. هو احنا ما جيناش عموما، بس انا بتكلم عن سبب رئيسي. فتوح اللي هو المفروض بيحرك اللعب مع عبد الله السعيد مش موجود. فتوح بره الماتش، فتوح بره الماتش وتسبب في هدف برضه، وحسام عبد المجيد اتسبب في هدف. طب يا حسام جات لك فرصه انك تصالح الجمهور وتسجل ضربه الجزاء، تسجلها؟ مفيش منه، انسى، مش هيسجل حاجه. اقسم بالله احنا تعبنا، يعني احنا المفروض هم هيكسروا فرحتك، هم قايلين ان هم هيكسروا فرحتك حتى لو هتاخد الدوري. فالمفروض الكلام ده كان يستفزك يا عم ويبقى عندك دم شويه. المفروض ده كان الكلام ده كان يستفزك. عبد الله السعيد اتظلم وسط الكوكبه دي، والله العظيم عبد الله السعيد اتظلم. بزيره بتدخلوا لي شويه على الشمال وشويه في قلب الملعب، انت ظلمت بزيره برضو. يعني انا فتوح كان يتسحب من الاول. ماله ادم كايد يا حبيبي؟ ماله ادم كايد؟ نزل حرك الدنيا في اخر 5 دقايق. ماله ادم كايد؟ راكنهولي جنبك، ما بتلعبهوش ليه؟ يعني انت مش بتلعب فرقه صغيره، انت بتلعب الاهلي. لازم اسقف للعيبه الاهلي والمصحف، والله العظيم لازم اسقف للعيبه الاهلي. انا شايف بن شرقي اهو، بن شرقي عالمي، بن شرقي عالمي باقل مجهود مسجل هدفين وعامل اسيست. حسين الشحات اللي بيقعد طول الموسم يجي يفوق على ماتشك. حسين الشحات بقى له 10 سنين قاعد في الاهلي عشان ماتش الزمالك، ما بيعملش حاجه غير كده. اللعيبه بتفوق عليك، ومكسب الاهلي النهارده بسبب ان زيزو ما لعبش. يعني لو زيزو لعب كان الموضوع اختلف. مكسب الاهلي النهارده بسبب ان زيزو ما لعبش. والله العظيم احنا تعبنا، بجد تعبنا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل فينا ده يا جدعان، والله العظيم ما فاهم. يعني انت كنت خلاص انت هتحسم الدوري من ماتش انبي، وقعت ماتش انبي والاهلي كرمك وربنا كرمه وخسر من بيراميدز 3، تروح انت خسران من الاهلي 3 يا فاجر. انا يتقل ابو 3؟ انا يتقل ابو 3؟ ده انا عايش بقالي اهو اسبوع عمال اقول لهم يا ابو 3 راح، ابو 3 جه، ابو 3 طلع، ابو 3 نزل. انا يتقل ابو 3؟ لا تعبنا بجد تعبنا. وانا اسف لجمهور الاهلي على التحفيل اللي انا كنت فيه، والله اسف بجد. حقكم يا باشا، والله حقكم. انا طالع احفل على نفسي اهو، انا بقولها لك، انا كنت وحش. سقفه للعيبه الاهلي، وسقفه لمدرب الاهلي، وسقفه للنادي الاهلي على اللي عمله ده. اصل انت بعد ما تخسر من بيراميدز 3 وخلاص الدنيا وقعت عندك، وقلنا الاهلي انتهى خلاص ومش موجود معانا، قلنا الاهلي انتهى، اهو الاهلي فاق علينا وكسبنا 3 مع الرأفة. الماتش ده كان فيه اهداف اكتر. 3 احنا ما رحناش بكوره يا راجل، مفيش غير ضربه الجزاء وكره سيف الجزيري. ضربه الجزاء بس وكره سيف الجزيري، احنا ما رحناش بكوره. لا بجد بجد انا اسف لجمهور الاهلي على التحفيل اللي كان بيحصل ده. يعني انا كنت واثق في فرقتي وعاطي امل ان اللعيبه دي رجاله وهتعمل حاجه، هتخلص الدوري بدري بدري. بس المنظر ده ما ينفعناش، بجد المنظر ده ما ينفعناش. انا من اول الموسم ما كانش عندي امل في حاجه، بس لقيت لعيبه رجاله في الملعب عطوني امل. كمل راجل للاخر يا عم، كمل راجل، انت خلاص 3 بونت هتاخد الدوري. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ جمهور الزمالك تعب اقسم بالله. انت كده هتحطنا في حسبه بيرما، هنطلع الاله الحاسبه دلوقتي. الموضوع صعب، والله الموضوع صعب. الاهلي دخل في الحسبه ثاني بعد ما كان بره، يعني الماتش اللي فات الاهلي كان بره خلاص، باي باي. الاهلي كان بره كل حاجه، دخلته الحسبه ثاني بالثلاثه اللي اعطاهم لك دول. ده افترى علينا، اقسم بالله افترى علينا. لا سقفه للاهلي، وسقفه لعيبه الاهلي، وسقفه لجمهور الاهلي. وانا اسف لجمهور الاهلي، انا بتاسف لجمهور الاهلي اهو يا جدعان، والله العظيم بتاسف لجمهور الاهلي. حقكم عليا، حقكم على راسي اقسم بالله.
انتوا نادي مفيش منه، انتوا نادي بجد مفيش منه. فحقيقي الواحد تعب والله العظيم، والله العظيم الواحد تعب. احنا بنتكلم جد دلوقتي بقى، انا هشوف تحفيل وحاجات زرقاء، حقكم، مش هقدر اقول حاجه، اقسم بالله حقكم، بس الواحد تعب والله العظيم، الواحد تعب. حسام عبد المجيد مفيش اي مسؤوليه، ولا هو ولا فتوح، اي زفت منهم مفيش اي مسؤوليه يا جدعان، اقسم بالله الواحد تعب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الونش برضو، الونش انت لاعب كبير يا ونش، انت لاعب كبير، بس انت بتعمل غلطات مش سهله يا ونش، متهور، متهور جدا يا ونش، اقسم بالله. انا تعبت والله يا جدعان، والله تعبت، ما قادر اتكلم اصلا، وحياه ربنا الواحد تعب.